السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة هتكلم عن كوخ التلجي. طبعا حضراتكم عارفين في القطب الجنوبي والقطب الشمالي ده تلج صافي نهائي، مفيش أي حاجة هناك. ما ينفعش تبني بيت، تعمل خيمة. محدش فكر قبل كده ازاي الناس اللي هناك دي عايشة، ازاي الناس دي بتتدفى، بتقعد في بيوت ازاي، يعني بيعيشوا ازاي. هناك بيبنوا حاجة اسمها كوخ التلجي. كوخ التلجي ده بصراحة، طب انت لما بتبني كوخ تلجي جوه التلج، طب انت قاعد تلج جوه تلج، ازاي بيحصل التدفئة؟ كوخ التلج ده طبعا سبحان الله ليه يعني عاملينه على شكل قبة كده. خلي بالك برضو ده على شكل قبة ليه وضع تاني. ده التكنولوجيا اثبتت اللي واخد وضع القبة ده اللي هو يستحمل الكيان ده اللي ما يقعش وبيبقى نازل لأسفل تحت كده، بيحفروا له تحت. ده برضو ليه أسبابه اللي بيعمل عملية تدفئة. اللي انتوا عارفين ان الهواء الساخن دايما بيطلع لفوق والهواء البارد بينزل لتحت، فعشان بيبقوا نازلين سنة لتحت عشان لما يولعوا جوه الهواء الساخن يطلع فوق حواليهم يدفيهم. طب هو التلج اصلا جوه بيدفي؟ اثبتت الناس اللي هناك دي ليهم كذا. التلج عامة ليه كذا نوع، دي معلومة برضه الواحد ما كانش يعرفها، اللي في أنواع كتيرة للتلج، منها الصلب المغبر اللي بيستخدموه في عمل الأكواخ دي اللي هي التدفئة. يعني الصلب المغبر اللي فيه نسبة 10% مية بس و90% هواء لما بيتعمل، وده صلب وفيه كمية هواء كبيرة وبيبقى عازل للحرارة. يعني ايه عازل للحرارة؟ اللي انت لما بتعمله كده وترسمه على هيئة قبة وتولع جوه مثلا وتشتغل فيه، بيبقى عازل للحرارة اللي الحرارة ما تطلعش وراه. ماشي، خلي بالك برضو ده موال كبير قوي. يعني لما بتيجي تبص كده اما تلاقي جوه يعني الكوخ ده الحرارة توصل فيه ل10 درجات و15 درجة. تقول لي يا عم وده هيقدر من 10 ل15 درجة؟ بالنسبة لبره اللي اما تبقى 40 و50 تحت الصفر، لا هو كده ايه، قاعد في النار زي ما بيقولوا، يعني تمام التمام وتمام. الكوخ ده ممكن يتبني في 3 ساعات لو واحد بيعمل، واحد صغير على قده. اما لو واحد لعيلة وكام أسرة وكده 5 6 أفراد، ممكن يتبنى من 3 4 أيام. فكده يمكن انتوا حضراتكم عرفتوا الكوبا ده لما بيتبنى بالتلج هو ساقع، بس ده تلج معين من 10% مية و90% هواء، يعمل على التبريد عازل للحرارة. وده كل من هذا في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.